يا فنانين إيه الاخبار؟ ازاي تعمل ال 3 دي ماسك ترانزيشن ده على الافتر افكتس بكل سهوله؟ انا عارف ان انت بتشوف الماسك ده في شغل كتير جدا وبتفتكر ان هو صعب قوي ان هو يتعمل على الافتر افكتس. تعالى بقى النهارده هوضح لك على الافتر كده ازاي بنعمل الترانزيشن ده من الصفر، وهخليك بعد كده تستخدمه في اي مشروع عندك. بس قبل ما نبدا عايز افكرك ان احنا عندنا كورس مونتاج متقدم. لو عايز فعلا توصل لمستوى محترم جدا في المونتاج وحاسس ان انت مستواك بقاله فتره ثابت، فكورس المونتاج المتقدم هيكون انسب حاجه بالنسبه لك، لان انا بعمل معاك مشاريع عمليه من الصفر على برنامج البريمير والافتر افكتس. انصحك تشوف لينك الكورس في وصف الفيديو. تعالى بقى دلوقتي نشتغل على الفيديوهات اللي معانا على الافتر افكتس. اول حاجه احنا عندنا الفيديو ده، فاحنا هنيجي كده نعمل من هنا بيه نيو كومبوزيشن. تمام، هو ده الفيديو اللي احنا عندنا، وبعد كده هننزل الفيديو الثاني اللي هو الفيديو ده كده. طيب اول حاجه الفيديو اللي عندنا ده احنا هناخد منه حته بسيطه قوي لحد الحته اللي احنا هنعمل بيها الترانزيشن. فانا هاجي من اول هنا كده وهدوس على كنترول شيفت دي وهقطع الحته اللي ملهاش لازمه، هيبقى عندنا بس الحته اللي في الاول دي بتاعه الفيديو. والفيديو الثاني هسيبه زي ما هو، بس هديله لون تاني. ممكن مثلا نديله اللون الفوشيا ده عشان نميزه شويه، وهنسيبه في نفس المكان بتاعه كده زي ما هو. انا دلوقتي هاجي اغير اسم الفيديو ده، هدوس عليه كليك يمين وبعد كده رينيم وبعد كده هسميه اد. بعد لما سميته اد هحدده وبعد كده هدوس كنترول سبيس وهكتب موكا، او من قائمه الافكس عادي اكتب موكا اي ودوس عليها كده هيفتح معاك هنا الموكا على الفيديو اللي احنا سميناه اد. فهتدوس على الموكا وهتيجي بقى تكلوز اي حاجه هو ماشي كلوز، اي حاجه هو هيجيبها لك هتدوس عليها كلوز. وبعد كده هتيجي تجيب الماسك ده وهتيجي تدوس على شيفت وانت بترسم الماسك عشان نشوف الحته اللي احنا عايزين نمسكها بالظبط. احنا مثلا عايزين نمسك الحته دي كده بالظبط، الدايره دي، لان دي اللي احنا هنترانزيشن من خلالها. فهنكبر كده شويه الماسك بتاعنا ونظبطه، يعني حاجه بسيطه. انا دايما مقتنع ان انت طول ما انت بتعمل شغل سريع او حاجه سريعه المشاهد مش هياخد باله قوي منها، فمش لازم تكون بيرفكت 100%، يعني ما تضيعش وقت. فاحنا كده هنكتفي بالماسك ده عندنا واحنا واقفين على اول فريم. هنيجي نحدد البرسبكتيف عشان يظبط الماسك بتاعنا كويس، وبعد كده نيجي ندوس على تراكنج فورورد عشان يبتدي ان هو يعمل تراكنج الماسك بالشكل ده. في الاغلب موكا ما بيخيبش ظني، يعني التراكنج دايما بتاعه مظبوط. وكده كده الشوت دي الحركه فيها قليله، فالموضوع زي ما انت شايف طالع زي الفل معانا. تمام، بعد لما خلصنا كل حاجه نيجي ندوس على سيف، وبعد لما تدوس على سيف ما تخافش ان انت تعمل كلوز كده على طول، هتلاقيه سيف معاك كل حاجه. بس طبعا انت لسه مش شايف اي حاجه من الشوت اللي قدامنا دي، فاحنا هنيجي ندخل على مات، هنفتح كده مات وبعد كده نعمل كريت افتر افكتس ماسك. تمام، هتلاقيه مسّق لنا العجلة بتاعتنا بالشكل ده. ممكن نيجي كده نعمل لها شوية feather، أو هاقول لك ما لوش لازمة الfeather خالص. بعد لمّا عملنا الطبقة بتاعة الآد دي هنيجي نكررها مرّة تاني بcontrol D، وبعد كده نعمل لها rename ونسميها subtract، وهاقول لك ليه دلوقتي. الماسك ده إحنا عاملينه آد، بُص كده لو دوسنا على M هتلاقي إن الماسك ده آد. طيب الماسك ده subtract، فمنطقي برضه إن إحنا هندوس على M عشان نفتح الmask settings وهنغيّر الآد لطبعًا إيه subtract. فأصبح عندنا الشكل ده. عايز بقى أوضّح لك كل حاجة إحنا بنعملها ليه بالضبط. الsubtract أهي، إحنا فرّغنا كل حاجة، يعني شِلنا الماسك وخلّينا كل حاجة تانية ظاهرة. طيب الطبقة بتاعة الآد أهي، إحنا هنا خلّينا الماسك بس لوحده عشان نتحكّم فيه، وهنا خلّينا كل حاجة باستثناء الماسك. جميل جدًا الكلام ده. أول حاجة إحنا هنخفي الطبقة بتاعة الآد دي دلوقتي مش عايزينها، وتعالَ كده نغيّر اللون بتاعها مثلًا للون الأزرق. تمام، وهنيجي عند الطبقة بتاعة الsubtract ونخلّيها 3D، وهنخلّي برضه الآد 3D. تمام، وهنيجي عند الطبقة بتاعة الsubtract control D نسخة 2 3 4 5 يعني 6، يعني تقريبًا كده 6 نسخ. حلو جدًا. هنيجي دلوقتي كده ونجيب الtwo views، هاجي كده أدوس على كليك يمين new camera. إحنا دلوقتي عايزين نعمل إيه بكل بساطة؟ الموضوع بسيط جدًا. إحنا عايزين من الشوت الأولى اللي إحنا فيها اللي ظاهرة عندك دي، ندخل كده لحد لمّا نجيب الشوت التانية بال3D tunnel أو بالنفق اللي إحنا هنعمله. فهنعمل إيه بقى عشان نرتب الlayers اللي عندنا بكل بساطة؟ إحنا دلوقتي هنيجي نصغّر دي كده شوية، وهاقول لك ليه دلوقتي. تمام، وهنيجي نقف عند كل حاجة إحنا عملناها هنا. إحنا مش هنسيب الطبقة الأساسية دي، مش هنشتغل عليها خالص. إحنا هنبتدي من أول subtract 2. تمام، أول لمّا ندوس عليها كده هنلاقيه حددها لنا بالشكل ده، هي مكانها هنا كده قدام الكاميرا. فأنا هاكون عايز أرجّعها شوية. عايزك تبُص على الview اللي عندنا هنا، وبرضه تبُص على الشاشة الأساسية اللي عندنا هنا. فأنا هاجي كده أرجّعها شوية بحيث إن أنا أعمل لها بُعد شوية. تمام، فأصبح كده عندنا الطبقة الأساسية مكانها هنا، الطبقة التانية اللي هي subtract 2 مكانها هنا، subtract 3 عايزين نعمل إيه؟ نجيب مثلًا مكانها هنا شوية. تمام؟ طيب ليه ما أعملش كده؟ ليه ما أقرّبش كده كُلّه من بعض؟ لمّا أقرّب كُلّه من بعض الtransition هتبقى flat أوي. إحنا عايزين نعمل بُعد ما بين كل طبقة والتانية، بحيث إن الكاميرا تعدّي كده فهمت الفكرة اللي أنا عايز أوصّلها؟
تمام. فانا عايز اعمل بعد كويس قوي ما بين كل طبقه والتانيه، بحيث ان الترانزيشن ما يبقاش فلات والترانزيشن ياخد وضعه كويس. هاجي برضه عند سبتراكت 4 واحددها، وبعد كده ارجعها ورا خالص. تمام. وممكن برضه تظبط كده الاكس بتاعتها، او توسطنها كده، او تسنترها في النص، يعني عادي براحتك. هو بس ده عشان توتوريال، فانا ايه، ما بظبطش كل حاجه 100%، بحاول اديك الفكره بس. وهنرجع برضه بسبتراكت 5 زي ما احنا كده، وبعد كده ننزل تاني ونجيب السبتراكت اللي بعدها، وبرضه ايه، هنمشي بيها كده شويه كمان، نرجعها ورا هنا كده. وبعد كده هنيجي كده نتفرج على الحاجه اللي احنا عملناها. هات بقى ال1 فيو، مش محتاجين كده ال2 فيوز تاني. هتلاقي الشكل اللي قدامك ده. طيب احنا كنا جايبين الكاميرا عندنا، وبالتالي لما احنا جبنا الكاميرا حولنا كل حاجه 3 دي عشان نقدر نترانزيشن من خلالها. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب نيو، وبعد كده نل اوبجكت، وبعد كده هنربط الكاميرا بتاعتنا بالنل اوبجكت، بحيث ان النل يعني تمسك كده على الكاميرا نتحرك عن طريق النل. فالنل اسهل في كل حاجه، وبتقدر ان انت تتحكم عن طريقها بسهوله. فاحنا اول حاجه هنحول هنا النل 3 دي، لان احنا لو ما عملناش 3 دي هي مش هتعمل معانا اي حاجه خالص. وهنيجي كده في الاول خالص نحدد البوزيشن، ونمشي مثلا لقدام هنا كده شويه. انا هقرب كده الكي فريم بتاع البوزيشن ده مثلا من اول هنا. تمام. وهاجي كده هنا واقوم معلي البوزيشن بتاعي على الاخر بالشكل ده. حلو بالشكل ده كده. تعالى كده شوف الترانزيشن بتاعتنا بقت عامله ازاي. طبعا انا شايف ان هنا في حواف سودا، فاحنا هنا بقى ممكن ندخل على التو فيوز ونبتدي ان احنا شويه نقرب اللايرز من بعض، او ممكن نحط على كل لاير افكت الموشن تايل. هنظبطها يعني في النهايه، الموضوع هيبقى بسيط قوي. فهي دي كده الترانزيشن اللي احنا عملناها مع بعض. تعالى بقى نظبط الطبقه اللي انا قلت لك هنخفيها، اللي هي بتاعت الاد اللي كان شكلها كده. تمام. دي كده الطبقه بتاعت الاد. احنا بدانا الترانزيشن بتاعتنا منين؟ تعالى كده ندوس يو عشان نجيب الكي فريمز. احنا بداناها من اول هنا. فمنطقي ان قبل ما نيجي نعمل الترانزيشن، ان الطبقه اللي احنا عملناها بتاعت الاد دي هتتفتح، وبعد كده هنعمل الترانزيشن بتاعتنا. فاحنا هنيجي كده ندي للاد، هندوس على حرف البي عشان نعمل بوزيشن، وهنجيب البوزيشن نحط لها هنا كده كي فريم. انا عايزها من اول هنا تكون ثابته زي الفل عادي، انما من اول لما الكاميرا تيجي تعمل الزوم ان بتاعها، فانا هبتدي ان انا اطلع كده الطبقه بتاعت البوزيشن بره الكادر خالص. تمام. فالترانزيشن بتاعتي هتبقى كده بالظبط، بس انا ممكن اقدم شويه الحركه بتاعت الكاميرا دي لحد هنا مثلا، واجي اتفرج كده هلاقيها بالشكل الجميل جدا ده. طبعا الحركه لسه مش ناعمه، فانا محتاج شويه ان انا اظبط الجراف بتاع الحركه. فانا هاجي احدد التو كي فريمز دول، وبعد كده هدوس على اف 9، وبعد كده هقوم داخل على الجراف اديتور ومخلي مثلا الحركه في الاول سريعه شويه، وبعد كده اخلي الحركه بطيئه. تمام. هنا كده الحركه سريعه سريعه سريعه، وبعد كده بطيئه. وممكن اخلي الحركه مثلا في النص تبقى سريعه، وفي الاول وفي الاخير تكون بطيئه. كده بقى شكلها احسن. وبرده نفس الكلام بالنسبه لحركه البوزيشن، هنحدد الاثنين اف 9، ونخلي البوزيشن في الاول بطيء، وبعد كده يبقى سريع في الاخر خالص زي كده. تمام. طيب انا دلوقتي بقى عايز اخفي الحاجات اللي عندي بالشكل ده. ممكن اجي، طبعا هنا دي الطبقه الاساسيه بتاعتنا بتاعت السبتراكت، فانا مش هقرب عندها. انا هتعامل بس مع السبتراكت 2 لحد السبتراكت 6. تمام. فانا هاجي كده في قائمه الافكس واقوم كاتب، تعالى كده نجرب الريبيتايل على طبقه رقم 4، لان هي اللي عندي فيها مشكله اللي هي دي. تمام. وهاجي كده اعمل اكسباند داون، هعليها شويه، وهعمل اكسباند اب. اكسباند فوق وتحت، هيكرر لك الفيديو بتاعك فوق وتحت. فانا اخليها برضو اب 100، وبعد كده بدل ريبيت هاجي اخليها انفولد. هتلاقيه خفالي كده الجزء اللي كان بالاسود اللي عندي تحت ده. هاجي كده اخد الريبيتايل كنترول سي، واجي عند كل الباقي هعمل له كنترول في. فكده اي حاجه عندي كانت موجوده بالاسود هتختفي على طول. طيب كده ايه اللي ناقص عندنا؟ ناقص عندنا بس الموشن بلور. فانا هاجي كده احدد اي طبقه عندي فيها حركه. تمام. هدي للنال بلور مش مشكله، واحدد كل السبتراكت اللي عندي ما عدا السبتراكت الاولى اللي هي الاساسيه، وهديها برضو موشن بلور بالشكل ده. وهدي برضو الاد موشن بلور لان هو في حركه بوزيشن، واشغل كده عندي هلاقي ان الحركه عندي بقت بالشكل ده. حركه سموث جدا، بتستخدم في فيديوهات كتيره جدا بشوفها، في فيديوهات المؤتمرات، الفيديوهات بتاعه الفاشن، كل حاجه حرفيا بيستخدم فيها الترانزيشن ده. بس وهي دي كده كانت طريقه عمل الترانزيشن ده. اعتقد مفيش اسهل منه، والموضوع بقى سهل دلوقتي جدا بالنسبه لك. ما تنساش تعمل سبسكرايب في الشانل، وتكتب لي تحت في الكومنتس ايه الشروحات اللي انت عايزها المره الجايه. ولو عايز توصل لمستوى محترم جدا في المونتاج، فهتلاقي تحت عندك في صندوق الوصف لينك اول كورس مونتاج متقدم في الوطن العربي. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.